السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم آية بركات. حبيت أشارككم النهاردة. النهاردة عيد ميلاد بنتي اللي هو إن شاء الله هتتم 6 سنين. فروحت أسأل على تورتاية، لقيتها طبعا أسعار غريبة كده، ما سمعتهاش قبل كده يعني أنا. فروحت قلت بدل ما بقى هجيب تورتايه بس طبعا مش هتكفي، رحت قلت اعمل بقى في البيت اكل واعمل بالمره برضو حلويات، وقلت اشارككم مثلا لو برضو عيد ميلاد عيالكم او كده، ليه ندفع مثلا 250 جنيه او 300 جنيه في تورتايه؟ طب ما نعمل حاجات تكفي كله وتكفي الناس كلها يعني باذن الله. حبيت بقى اقول لكم انا هعمل ايه النهارده في عيد ميلاد بنتي. انا معصجه لحمه اهو. طب اللحمه دي لايه؟ اهي حاطه طبعا فيها فلفل وبصل وطماطم مقشراها ومصفياها من الميه ومقطعاها مكعبات. تمام. هعمل بيها دي ايه بقى؟ هعمل بيها، هقسمها نصين. هعمل نص مكرونه بشاميل، ادي المكرونه اهي لسه اهي بتتسلق. وهعمل النص التاني جلاش باللحمه المفرومه. تمام. طيب وهعمل ايه بقى حلو؟ هعمل ان شاء الله بسبوسه وجلاش حلو. وهعمل كيكه بصوص الشوكولاته، وهحط عليها شاتو من فوق، بتبقى جميله قوي. بحط بقى فيها الشمع وكده بتبقى جميله يعني. عملتها قبل كده في عيد ميلاد ابني. طب انا اهو لسه اللي ببدا اهو في الحاجه. هبدا بقى ان انا كل ما اعمل مثلا حاجه اوريكم مثلا الحاجه اللي انا عملتها، وهوريكم الطرق برضو علشان نفيد بعض، واحاول افيدكم كده بحاجه انا بقى عملتها. وما تنسوش بقى التجربة يعني لو عجبتكم تعملوا لي لايك وتشتركوا في قناتي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب لو ما كنتوش مشتركين. عفوا. وهقول لكم برضو انا جبت الحاجات بكام، وهشارككم كل حاجة. بس ايه بقى، هبدأ بقى اظبط الصواني وكده وهصور لكم واقول لكم انا جبت الحاجة بكام. طيب انا كده اهو عملت الصواني ما شاء الله. عملت 5 صواني. كلفوني 260 جنيه يعني 8 تورته يعني. بس بقى ده بقى فيه حلو وحادق وكل حاجه يعني الحمد لله. طب دي بقى كده، دي لفه جلاش. رصيتها وحطيت بين كل طبقه شويه سمنه. تمام. وقطعتها بس انا لسه ما سويتش حاجه. وده المكرونه البشاميل وخلصتها اهي. ودي الكيكه برضو لسه ما سويتهاش. طب عملتها ازاي الكيكه؟ عملت في الخلاط كوباية سكر، كوباية زيت، كوباية لبن، وعملت نص كوباية كاكاو. ضربتهم في الخلاط، وبعد كده خدت منهم كوباية، كل ده بنفس المعيار. وحطيت على جنب كوبايتين دقيق كبار، ونص كوباية كاكاو خام، مش مسكر يعني عادي. حادق قصدي يعني من غير سكر. ماشي. خدت منهم كوبايه حطيتها في التلاجة. وبعد كده كملت بقى على اللي في الخلاط الباقي، كسرت عليهم 4 بيضات. بعد كده حطيت كيس فانيليا. وعلى جنب بقى حطيت الكاكاو وحطيت كيس كيك شيف. وحطيت نص كوبايه كوبايتين كاكاو كبار، ونص كوبايتين دقيق كبار، ونص كوبايه كاكاو. وحطيت 1 كيك شيف. وبعد كده قلبتهم مع بعض، وضربت ال4 بيضات مع باقي الخليط وفانيليا. تمام تمام. وبعد كده حطيت الخليط اللي في الخلاط على الدقيق اللي انا نخلته وقلبته في بعضه وكده، حطيته. وهو ده النتيجه الاخيره. طبعا الصينيه انا دهنتها عشان ما تلزقش فيها الكيكه. تمام. وبعد ما تستوي هدلق عليها الكوبايه اللي انا حطاها في التلاجة عشان تسقع، اللي هو المفروض يعني الصوص بتاعها. وبعد كده جبت اهو فرماسيه اهو ب5 جنيه، يعني هما دول حبه دول ب5 جنيه بيغرقوا الصينيه. ده من عند اي عطاره تقول له انا عايزه فرماسيه الوان ب5 جنيه دول اهو. حبه حلوين. حلو كده. طيب وهنا اهو عملت البسبوسه اهي بس لسه ما سويتهاش برضه. وهنا ده الجلاش باللحمه المفرومه، وحطيت على اللحمه المفرومه زيتون مخلي. وبعد كده كملت بقى وزقتها بكوبايه لبن وبضايه وشويه توابل على ملح على 1 مرقه. وده كده شكلها. طبعا لازم اسيبها تتشرب الاول عشان تستوي كويس. هسوي بقى الاول وبعد كده اوريكم. تمام. وكده بقى انا سويت وخلاص. دي المكرونه البشاميل، وادي الجلاش الحلو،
وادي براحتكم بقى، عايزين تقولوا عليه جاتو شاتو او كيكه، انا بعمله كده. في ناس بتعمل الكيكه كده وتفتحها من النص وتحط عليها بقى وتزينها بكريم جانتيه وكده وتعملها زي تورته، بس انا الصراحه ماليش خلق يعني، وعيالي ما بيسكتوش. بس وعملت الجلاش اهو باللحمه المفرومه، وحطيت على اللحمه المفرومه من جوه زيتون كلاماتا، عايزين تحطوا جبنه رومي، عايزين تحطوا جبنه شيدر برضو براحتكم. وادي البسبوسه اهي. وعملت برضو طبق سلطه كده شرايح جنب الاكل اهو. فانا عامله يعني كميه محترمه تكفي 6 أو 7 افراد. وعايزه تعزمي حد، عايزه تغيري من اصناف الحلو، عايزه تغيري من اصناف الحادق، انا بس اديتك فكره ان يعني كل الحاجات دي كل ده كده بتمن تورته بره. فده كده لوحده توفير يعني، هي 270 جنيه مش حاجه يعني في الزمن ده. وبعدين ده عيد ميلادي يعني مره في السنه. انا عشان انا هتقولي لي انت معاكي، انا مش معايا ولا حاجه والله. انا بحوش لاعياد الميلاد، بشيل الفضه على جنب برضو، دي حاجه حبيت افيدكم بيها برضو، حابين تعملوا كده او لا. اي فلوس فضه بحوشها على جنب، مثلا عملت 300 جنيه، عملت 400 جنيه مثلا كل 3 اشهر او كل 4 اشهر، فبجيب بيها حاجه للعيال او بعمل بيها اكله حلوه كده للعيال. بس حبيت بقى اشارككم، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لي لايك وتشتركوا في قناتي وتشيروا الفيديو برضه عشان كلنا نستفاد وكلنا اخوات مع بعض. ويا ريت لو في اراء في افكار، وانا بقرا كل التعليقات على فكره. ومتشكره قوي.